إذا كان هذا موقفك ولست خائف منه عليك أن تسميه. في أخلاقيات للمهنة، مش هيك؟ في أخلاقيات للمهنة. بأخلاقيات المهنة أنا ما بسمي، بس بعتقد الناس عرفت. لا يمكن للإنسان أن يكون صديق المقاومة وعدو بشار الأسد. ما حصل في الربيع العربي ليس ثورة، وهذا مستند. أتمنى من الناس العودة الآن. قالوا أنه هم عبدين تنتمي إلى الإخوان المسلمين وتنسق بين البيت الأبيض والإخوان المسلمين. العلاقة بين الإخوان المسلمين والبيت الأبيض لم تعد علاقة سرية. وهيلاري كلينتون وقت اللي زارت مصر قعدت هي ومحمد مرسي وقالت له مبروك فخامة الرئيس، على أساس المصافحة حرام، عشوائي رح يعبطها ويبوسها ويشربوا وياها كاس. اليوم الإخوان المسلمين على علاقة مباشرة بالبيت الأبيض، وأنا أقول على الهوى وأتمنى أن الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران يسمعونني، وأنا ابنكم وحبيبكم. أنتوا خايفانين على الفتنة السنية الشيعية، مثل ما حزب الله وسماحة السيد الله يحفظه خايف على الفتنة السنية الشيعية. حتى هذه أولا الحوثيين من حيث المرجعية الدينية هم الأقرب إلى عقل الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا ليس سرا. طبعا كله بصراحة اليوم. بالمرة الماضية فاتت قوات تعدادها بعتقد كانوا 170 مقاتل من أخواتنا الحوثيين. إذا لا يمكن قراءة موقف هذا التافه محمد مرسي خارج الإرادة الأمريكية. إذا من هذا المنطلق يمكن أن نتفهم ما قاله يوم أمس في 100%. عدم الانحياز. ولو ما قال هيك بيكون مغلط، لأنه هذا مكانه الطبيعي. اقتضى هذه العلاقة كيف توصفها؟ تكامل لم ترضى عنها، تحكم، سيطرة، محمد تبعية. مرسي شغيل عند الإدارة الأمريكية، تبعية يعني. نعم. جاء جمال عبد الناصر لن يتكرر، وحذاء جمال عبد الناصر أشرف من راس محمد مرسي على الهواء. دور قطر ليس فقط دور الجزيرة. عندما نرى الزيارات المكوكية لحمد بن خليفة وهو في باريس وفي غيرها من العواصم، لا مكوكية ما بتزبط، على وزنه مكوكية ما بتزبط حسب ما بيساعده. مكوكي بده يكون هيك سمباتيك، لكن عامل رجيم يبدو بالايام، عامل سرطان عم يموت، ما عم ندعي عليه. ولكن هو موجود. لا نتمنى الشر لاحد بنهاية المطاف. لا والله انا بتمنى له الشر. موجود في باريس وفي بعض العواصم، زار مصر وزارته مصر. لا يمكن إذا على هذا الأساس اعتبار دور قطر تافه. على الهوى أنا أتمنى الأذية لخمد ولملك السعودية ولمحمد مرسي بعد، والشيء اللي عم ندوقه يدوقوه. لا مش ما بنتمنى والله الخير، لا بنتمنى الشر ورص. طيب أنت دعيت على ملك السعودية وأمير قطر والرئيس المصري.